دايما لما بنشوف الأشخاص الناجحين في العالم بنشوفهم كأنهم في عالم تاني، ناس حققت اللي كتير مننا بيحلموا بيه، زي ثروة، نجاح وتأثير عالمي. ساعات بنسأل نفسنا يا ترى ايه اللي بيميزهم عن الباقيين؟ هل هم فعلا أذكى؟ طب عندهم فرص أكتر؟ ولا الموضوع كله بيعتمد على عاداتهم اليومية وروتينهم؟ في الحقيقة النجاح مش مجرد ضربة حظ أو ذكاء خارق، لكن سر من أسراره هو العادات اللي الشخص بيكررها يوميا، عادات صغيرة لكنها بتتراكم وبتغير حياته تماما. وده اللي بيميز ناس زي إيلون ماسك، الراجل اللي بيغير العالم يوم بعد يوم، أو جيف بيزوس اللي بقى رمز للتجارة الإلكترونية، أو حتى أوبرا وينفري اللي ألهمت ملايين حول العالم. في فيديو النهاردة هنفتح الباب على الروتين اليومي للأشخاص دي، وهنشوف إزاي بيبدأوا يومهم وإيه الأولويات اللي بيركزوا عليها، وإزاي عادات بسيطة زي القراءة أو التأمل بقت السبب في نجاحهم الضخم. وكمان هنعرف إن النجاح ليه أكتر من طريق، وإن السر الحقيقي هو إنك تلاقي اللي يناسبك وتلتزم بيه. أهلا بيكو، ويلا بينا نتعرف على أسرار ممكن تغير حياتك. الصبح مش بس بداية يوم جديد، لكنه الوقت اللي بيحدد شكل يومك كله، وده بالظبط اللي الناس الناجحة فهموه واستغلوه لصالحهم. خلينا نبدأ مع إيلون ماسك، مؤسس تسلا وسبايس إكس. الراجل ده معروف بشغله اللي ما فيهوش توقف، لكن برغم كده بيخلي باله جدا إنه يبدأ يومه الساعة 5 الصبح. أول حاجة بيعملها إنه يشرب القهوة المفضلة بتاعته ويركز على تخطيط يومه. بيقضي أول ساعاته في تحديد الأولويات، يعني إيه اللي لازم يتعمل النهاردة وإيه اللي ممكن يستنى لبكرة. كل حاجة محسوبة عنده بدقة. على الناحية التانية جيف بيزوس، وده مؤسس أمازون، عنده طريقة كده مختلفة خالص، وهي إنه بيحب يصحى من غير منبه عشان يحس إن يومه بدأ طبيعي ومريح، وبيعتبر وجبة الفطار مع عيلته مقدسة، وبيقول إن الوقت ده بيخليه يبتدي اليوم بطاقة إيجابية. وبالنسبة ليه الصبح الهادي هو المفتاح اللي بيخليه يركز بشكل أفضل لما يبدأ شغله بعد كده. أما بالنسبة لأوبرا وينفري فهي بتدي أولوية أولى للتأمل والهدوء النفسي. أول ما بتصحى بتاخد 5 دقايق علشان تتنفس بعمق وتفكر في الحاجات اللي ممتنة ليها، وبعد كده بتعمل شوية تمرينات رياضية خفيفة زي اليوجا أو المشي في الطبيعة. أوبرا بتؤمن إن الصبح هو الوقت اللي بتزرع فيه طاقتها لباقي اليوم، واللي بيجمع بين التلاتة إنهم فاهمين قيمة الصبح كويس جدا، سواء كان بالتخطيط الدقيق زي إيلون، أو بالاسترخاء زي جيف، أو بالتأمل زي أوبرا. وإن الصبح هو الوقت اللي بيزرعوا فيه البذور اللي بتكبر على مدار اليوم. وده درس مهم لينا كلنا، الصبح مش وقت للكسل أو التوهان، لكنه فرصة لبدء يومك بطاقة جديدة ووضوح في الأولويات. تنظيم الوقت مش رفاهية عند الناس الناجحة، لكن هو مفتاح أساسي في حياتهم اليومية. السر هنا مش في إنهم عندهم أكتر من 24 ساعة في اليوم، لكن في الطريقة اللي بيستخدموا بيها الساعات دي بذكاء. خلينا نبدأ مع إيلون ماسك اللي بيعتبر عبقري في استغلال كل دقيقة. إيلون بيستخدم طريقة اسمها تقسيم الوقت بالدقايق. يعني إيه؟ يعني كل 5 دقايق في يومه محسوبة. بيقسم يومه زي ما بنقسم التورتة كده، وكل جزء منها ليه مهمة محددة. حتى الاجتماعات عنده مش بتزيد عن 30 دقيقة إلا لو كانت ضرورية جدا. بيقول إن الطريقة دي بتضمن إنه ينجز أكبر قدر ممكن من غير ما يضيع وقت في حاجات مش مهمة. أما جيف بيزوس فعنده مبدأ بسيط بس قوي، اللي هو أفضل القرارات بتتاخد لما تكون في قمة تركيزك، وعشان كده بيحب ياخد القرارات الكبيرة في الصبح بدري لما يكون عقله فريش. وبعد الساعة 12 الظهر جيف بيعتبر إن ذهنه مش في أفضل حالاته، وبيركز في الحاجات البسيطة بدل القرارات المصيرية. والطريقة دي بتساعده يتجنب الإرهاق العقلي اللي ممكن يسبب أخطاء في قراراته. وبالنسبة لمارك زوكربيرج اللي هو طبعا مؤسس فيسبوك، عنده فكرة عملية جدا عن توفير الوقت. هو بيحاول يقلل عدد القرارات اللي بياخدها يوميا، حتى في الحاجات البسيطة زي اللبس مثلا. عشان كده دايما بنشوفه لابس نفس التيشيرت الرمادي. والفكرة هنا إنه بيشيل قرارات صغيرة من دماغه عشان يركز على القرارات الأكبر اللي بتأثر في شغله وحياته. ولو تلاحظوا كده هنلاقي إن المشترك بين كل الناس دي هو إنهم بيعملوا حاجة اسمها إدارة الأولويات. اللي بيميز الأشخاص الناجحين مش بس شغلهم المستمر، لكن حبهم الكبير للي بيعملوه. إيلون ماسك مثال حي على الفكرة دي. الراجل ده مش بيشوف شغله كوظيفة، لكن هو بيشوفه كحلم هو بيعيشه يوم بعد يوم، سواء كان في تطوير عربيات تسلا الكهربائية أو في خطط استكشاف المريخ مع سبايس إكس. وشغله بالنسبة ليه وسيلة لتغيير العالم، وده بيخليه يشتغل ساعات طويلة، يعني
تقريبا ما بين 80 و100 ساعة في الأسبوع من غير إحساس بالملل. وعلى الناحية التانية أوبرا وينفري بتقول إنها بتشتغل عشان تعمل فرق في حياة الناس. بالنسبة ليها شغلها في الإعلام مش مجرد منصة للظهور، لكنه رسالة علشان توصل الإلهام وتمكين الآخرين. أوبرا بتسأل نفسها كل يوم، بتقول إزاي أقدر أساعد أكتر النهاردة، وده هو اللي بيخليها تشتغل بكل طاقتها. الشغف عند الناجحين هو المحرك اللي بيخليهم يستمروا حتى لو واجهوا تحديات أو تعب. والفكرة مش بس إنك تشتغل كتير، لكن إنك تلاقي الشغل اللي بتحبه عشان تقدر تكمل فيه بكل شغف وإبداع. الناجحين عندهم قناعة إن العلم والتعلم مش بيقفوا عند مرحلة معينة، والقراية بالنسبة لهم جزء أساسي من روتين حياتهم. يعني مثلا بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت هو مثال واضح. الراجل بيقرأ حوالي 50 كتاب في السنة، وبيخصص أجازة لمدة أسبوعين سنويا بيسميها أسبوع القراية، بيقضيها مع الكتب بس. وبيقول إن القراية هي اللي بتخليه يستوعب أفكار جديدة ويطور نظرته للعالم. أما إيلون ماسك فبيحكي إنه لما كان صغير اتعلم أساسيات تصميم الصواريخ من كتب الهندسة والفيزياء، وده قبل ما يبني شركة سبايس إكس. والقراية بالنسبة ليه كانت مدخله علشان يفهم مجالات جديدة وتطوير نفسه باستمرار. ده غير إن أوبرا وينفري كمان شايفة إن القراية هي مفتاح الحرية، وعندها نادي كتب شهير بتشارك فيه مع جمهورها أفضل الكتب اللي قرأتها، وبتعتبر إن الكتاب الكويس بيغير طريقة تفكيرها وبيخليها أكتر إبداع. يعني المشترك بين كل الناس دي إنهم بيعتبروا القراية استثمار في نفسهم، والكتب بتفتح لهم عوالم جديدة بتساعدهم يفهموا التحديات بشكل أعمق، وبتديهم أفكار مبتكرة علشان يحلوا المشاكل. أظن الرسالة واضحة، لو عاوز تنجح خلي الكتاب صاحبك. من الحاجات اللي ناس كتير ما تعرفهاش عن الناجحين هي إنهم بيهتموا جدا بصحتهم. إيلون ماسك رغم جدول شغله المجنون بس بيلاقي وقت عشان يتمرن 3 مرات في الأسبوع. وجيف بيزوس فهو مدمن رياضة رفع الأثقال وبيعتبرها وسيلته للتخلص من التوتر. وعلى عكس ما الناس فاكرة، الناجحين مش بيشتغلوا 24 ساعة من غير راحة. إيلون ماسك برضو بيبقى حريص جدا إنه ينام 6 ساعات في اليوم، وبيقول إن النوم الكافي هو اللي بيخليه يقدر يفكر بوضوح. وجيف بيزوس شايف إن النوم 8 ساعات ضروري عشان يكون في قمة نشاطه. وواحدة من أهم العادات عند الناجحين هي إنهم دايما عندهم أهداف واضحة. على سبيل المثال أوبرا وينفري بتكتب أهدافها اليومية كل يوم الصبح، وشايفة إن الكتابة بتديها إحساس بالالتزام وتخليها أكتر تركيز. وأخيرا زي ما شفنا، النجاح مش بيجي بالصدفة، لكن هو نتيجة عادات بسيطة بتتكرر كل يوم. فحاول تبدأ بتطبيق واحدة من العادات دي وشوف الفرق في حياتك. وافتكر دايما إن السر مش في كمية الشغل، لكن في جودة اللي بتعمله. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.